السلام عليكم خواتاتي كي دايرين، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده. عواشركم مبروكه، ورجعنا لكم فيديو جديد هاد المره اللي غنقدموا لكم فيه عصير اللي كيجي رائع. فهنا ما تنساوش انكم تدعمونا بجيم والاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم اي جديد. في المكونات غنحتاجو 500 غرام ديال الخوخ، 250 غرام ديال القرعه الحمراء، ونصف ليمونه. بالنسبة للحلاوة غنخدمو بكاس ديال السكر، وممكن انكم تزيدوا تنقصوا على حسب الرغبة، والماء. فهنا تابعوا معنا طريقة التحضير. فهنا اول حاجة هي اننا نبداو نقيو في القرعة الحمراء ديالنا. هنا غنجيبو اناء اولا اي كاسرول اللي غنطبخو فيه القرعة الحمراء ديالنا، غنقطعوها على شكل مربعات صغار. وغنضيفو ليها كاس كبير ديال الماء، وغنحطوها على نار هادئة تطيب لينا. فهنا غنبداو اننا نقشرو ونقيو الخوخ ديالنا. ونفس الشيء حتى الليمون غنقشرو، غنحيدو الا كان فيه شي عظام. وهنا غناخدو اناء اللي غنبداو اننا نقطعو فيه الخوخ والليمون. وهنا القرعه ديالنا اللي حطيناها انها طيب، كما كتلاحظوا من بعد واحد المده كي كتولي لينا، فهنا صافي كنكونوا عرفنا بلي انها طابت. كنطفيو عليها، وممكن انكم تخليوها حتى تبرد، ولكن الا كنتو يعني مستعجلين ممكن انكم ديروا بحالنا اللي زدنا ليها كاس كبير ديال الماء اللي كيكون بارد، غير باش نسرعوا العمليه ديال انها تبرد لينا دغيا. غناخدو الخلاط الكهربائي، وغنبداو بالقرعه الحمراء ديالنا. فانا يعني كنديرو هداك الماء اللي كطات فيه، وكنضيفو لها الخوخ والليمون اللي سبق لينا قطعناه. فانا زدنا شويه ديال الماء البارد، ونضيفو كاس ديال السكر. واخر خطوه هي اننا نصفيو العصير ديالنا. وغنبداو نضيفو في الماء البارد.
وغنزيدو في الماء. فانا تقريبا يعني الكميه اللي خرجت لنا ديال العصير هي 2 لتر. وهنا ما بقى الا اننا نعمروا العصير ديالنا في قراعي، وملي نكونوا من الافضل نمزاج وغنحتفظوا فيه في الثلاجه. فكما كتلاحظوا اللون ديالو، فالقرا والخوخ كيعطيو لينا لون رائع للعصير، وحتى في المذاق يعني كيجيو مواتين. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. فهنا ما بقى ليا الا نقول لكم شكرا للمتابعه ديالكم للفيديو. ما تبخلوش علينا بجيم والاشتراك في القناه باش يوصلكم اي جديد. للفيديو القادم ان شاء الله.